على الخير يا حلوين. حد فيكم جرب يعمل البطاطا حاجه غير المشويه؟ ومحدش يقول لي مسلوقه، عشان المسلوقه دي مش سكتي خالص. مش عارفه يا ربنا يحلي كل واحد اكله، بس انا مش عارفه الناس بتحبها مسلوقه ازاي يعني. المهم بحاول اجرب عايزه اجرب اللي هي مكرمله ديت اللي بتستوي على البخار دي، بس مش عارفه قلقانه منها. لو حد جربها يقول لي هو جربها وحلوه ولا مش حلوه. المهم احنا جبنا البطاطا وقشرناها، دول كيلو ونص، وخرطناها كده. اي تخريطه مش هتفرق معاكي يعني في حاجه، انا كده كده هتستوي على البوتاجاز. الاول كده ننزل نملى التعليقات بالصلاه على النبي وبذكر الله. هنقوم نغسلها ونحط معاها نص كوبايه ميه ونص كوبايه سكر، وهتغطي عليها وتوطي النار عشان البخار اللي يطلع يسويها. حبايب غسلناها وننزل عليها بقى بالماء. هذا نص كوبايه ونص كوبايه سكر. ممكن بقى تحط لها حالا معلقتين زبده او معلقتين سمنه وتغطي عليها، بس مش هحطهم الا لما هي تستوي. هنغطيها حالا، والبخار اللي طالع منها نهدلها النار. البخار اللي طالع منها هيسويها. بعد كده هنشوف نحط لها ايه. ادي حبايبي زي ما انتم شايفين كده البطاطا استوت. هنزل بمعلقتين سمنه كده. بصوا استوت واروح جايه هبسها كده. ترزت يا حبايبي، هنسيبها على النار شويه تبخر حبه كمان، بس ما تنحرق منها. يا اما ممكن تعملها معلقه نشا وتحطها عليها، بس دي هتبخر احسن. واعملوا جو لايك كده حبايبي. خلاص البطاطا استوت اهي تتبخر. هنفضها في الصينيه ديت. عايزه اديناها سمنه ماشي، مش عايزه تمام عادي، مش هتفرق يعني. كده كده انت مش هتولعي النار من تحت. كده حبايبي فردناها في قلب الصينيه اهي. عايزه تبقى تكتري عن كده عشان تبقى الطبقه تخينه عن كده شويه، تمام ماشي. عايزاها كده طبقه رقيقه برضو تمام. هي كده او كده هي طبقه، بس عشان كده كده لسه بقى في طبقه تانية بس مش البطاطا برضو. البخار طالع بس ما شاء الله مخلي ريحتها تحفه. ولو حطيت لها ورقه فانيليا او ميه ورد او ميه زهر على حسب ما بتحب، بس الشاي عملت بتاع الفانيليا. ما حدش هنا بيحب الميه الزهر وميه الورد قد كده. هنسيبها بقى تبرد شويه على ما نجهز الحاجه اللي بعدين. حلوين، رجعنا مع بعض تاني. اديت 3 كوبايات لبن وعليهم 3 معالق نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. على البارد كده وتفضلي تقلبي. ايدك ما تتشالش من اللبن عشان النشا ما تحرقش، هتلزق في الارضيه وتحرق. والسكر بقى على حسب ما انت عايز. بتحبها مسكره تمام، بتحبها سكرها هادي برضه تمام. ايدك تفهمها رايحه جايه فين، متبطليش تقلب فيها لحد ما تربط معاك. واحسن تقلبها على البارد كده، يعني تحطي النشا والسكر على البارد وتقلبي. ده حبايبي بدأت تغلي وربطت خلاص. ايدك فيها برضك وسيبها تغلي غلوتين عشان ميبقاش النشا طعمها في قلبها. عايزه تحط لها بقى فانيليا ماشي، عايزه تحط ميه زهر ماشي، ميه ورد اللي يريحك واللي بتحبيه انت وجوزك، يعني انت وجوزك واولادك او انتوا اخواتك ومامتك وباباك كده يعني، على حسب. كده تمام ما شاء الله. دلقت اهي وبقى دلقت من الجناح مادام بقبقت كده خلاص تدرس. نطلع عليها بقى ونرجع ايه للصينيه بتاع البطاطا الاول تاني. ادي حبايبي صينيه البطاطا زي ما انتوا شايفينها. احنا قشرنا غزمنا البطاطا حلو وقشرناها واتخرطت واتغسلت تاني، وحطينا عليها نص كوبايه ميه ونص كوبايه سكر. وما استوت هرسناها ونزلنا عليها اللهم صل على النبي بمعلقتين زبده. هنحط بقى النشا اللي عملناها. هي كريمه، هي نشا. في ناس بتعملها بشاميل، بس الصراحه انا مش حاساها الطعم بتاع المهلبيه، يعني حاساها حاجه تانية. لو حد بيعملها بشاميل يقول، لو حد بيعملها بالمهلبيه زي ما احنا بنعمل كده برضه يقول. هننزل بها عليها وبعدين اوريها لكم تاني. ده حبايبي زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقفلها بس كده. خليها تبقى ايه ماليه الصينيه من كل ناحيه زي ما انتوا شايفين.
عايزه بقى ترش على وشها رشه سكر ماشي، عندك شربات تمام ماشي، عندك عسل تمام ماشي، كله هيديها وش احمر وجميل. بس السكر هو حلو وهيحمر ويكرمل وكل حاجه، بس ايه ممكن ينشف معاك في قلب البتاع، تجد تاكلي تلاقيه بيكسر تحت اسنانك كده بيقرش. حبايبي ده شربات ايه كنا عاملين، بس ايه حاجه بسيطه خالص. بس كده وندخل بها الفرن وتهدي لها النار، تسخن الفرن قبلها وتهدي النار، واما تطلع هتلاقيها ما شاء الله هتبقى عايزه تاكلها وهي سخنه لسه زي ما هي. طلعت يا حبايبي من الفرن اهي، ايه رايكم فيها بقى؟ كفايه الريحه لوحدها، يعني لو في خاصيه في التليفون تطلع الريحه توصلها لكم صدقوني كنت عملتها والله ووريتها لكم، بس هي الصراحه تحفه. نسيبها بقى تبرد واقطعها واوريها لكم، بس هي لازم تبرد شويه بقى عشان هي كده لسه سخنه، لسه طالعه من الفرن حاجه. يا